انا ازاي ما جربتش الاختراع ده قبل كده؟ جربوا الاكله دي على فطار يوم الجمعه والله هتدعوا لي. اول حاجه معايا علبه من الزبادي حوالي 4 معالق كبار. هضيف عليهم معلقتين كبار من الطحينه الخام. وهنضيف دلوقتي عليهم البهارات عباره عن نص معلقه صغيره من الملح، رشه من الفلفل الاسود ورشه من الكمون، ومعايا كده حوالي 3 فصوص من الثوم. هبدا افرمهم معايا ناعم بالشكل ده، وهنضيفهم على سلطه الطحينه، وهنبدا نقلب بحيث المكونات كلها كده تمتزج مع بعضها. القوام كريمي وناعم جدا بسبب الزبادي. هنركن الطحينة دي على جنب وهنبدأ نحضر دلوقتي مع بعض الطماطم. انا هنا استخدمت بس 6 حبات من الطماطم، لكن انا بقول لكم كتروا بقى في الطماطم. هنشيل القمع اللي فيها ده من فوق. عايزه اقول لكم، انا بقول لكم كتروا ليه بقى؟ لان الاكله دي خطيره، والاكله دي روحها زيت الزيتون. ليه بقى؟ لان الاكله دي فلسطينيه، فيعتبر الاكل الفلسطيني اغلبه بزيت زيتون. هنحط زيت الزيتون يبدا يسخن معانا على النار، وبعد كده بنبدا نضيف الطماطم بالشكل ده، وبغطيها لان طبعا هيحصل طرطشه جامده لحد ما تبدا بقى كده ايه تستوي معايا، والقشره تبدا تطلع معايا بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده تلاقوا البخار عالي جدا وفي طرطشه، فخلوا بالكم. هنبدا بقى دلوقتي نشيل القشره بتاعه الطماطم، هتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهوله. مجرد ما بتبدا تستوي معاكي خلاص هتلاقي القشره طلعت معاكي سهل. بعد كده هقلب الطماطم معايا على الجهه التانية، لان انا عايزه الطماطم دي تاخد لسعه كده خفيفه، كاني بشويها بالظبط. تفرق جدا في النكهه زي ما بتشوي بتنجان، بتشوي اي خضار، فبصراحه بيكون طعمها رهيب. فانا قلبتها كده على الجهه التانية، خدت لسعه خفيفه. وبعد كده ببدا ايه اهرسها بالشوكه بقى او بهراسه براحتك خالص على حسب المتوفر عندك. وبعد كده هضيف ليها نص معلقه من الملح. قلبت كده الملح معاها، ودلوقتي هحضر بقى طبق التقديم بتاعنا. هنحط فيه بقى الطماطم اللي احنا شويناها، وعليها سلطه الزبادي بالطحينه. ونبدا بقى نقلب بقى كده المكونات كلها مع بعضها. الاكله دي اصلها فلسطيني واسمها قلايه البندوره، وعايزه اقول لكم طعمها فوق الخيال. بجد لازم تجربوها، زي ما قلت لكم انا اول مره اجربها، وبصراحه خطيره يا جماعه. عايزه اقول لكم والله العظيم الطبق ده اتنسف في ثواني. اللي كمان بيحلي طعم الطبق ده اكتر الخطوه اللي جايه دي. زيت زيتون على النار، ومعايا كده كام فص من الثوم قطعتهم شرايح، وببدا احمرهم بالشكل ده بحيث ياخدوا اللون الذهبي. انا عايزاهم يبقى مقرمشين كده، وانت بتاكلي يبقى فيه قرمشه للثوم. نبدا بقى نعمل احلى طشه في الدنيا، خطيره. جربوا الاكله دي والله العظيم هتدعوا لي. اللي ما جربهاش بجد فايته كتير. على الوش كده بقى رشه بقدونس، رشه شبت على حسب المتوفر عندك. انا كان عندي شبت. حلوه قوي قوي. فلفل حامي بقى كده جنبها، حبه بطاطس محمرين او جبنه. خطيره، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء. خبز بلدي وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وزي ما بقول لكم اعملوا بقى كميه، ما تعملوش الكميه اللي انا عاملاها، اعملوا اكتر، لانها حلوه جدا وهتعجبكم باذن الله. الناس اللي هتقول لي التوم ويوم الجمعه، اعملوها بعد الصلاه يا جماعه، ما فيش اي مشكله خالص. بصراحه هي تتاكل في كل الاوقات. حلوه قوي قوي فوق ما تتخيلوا. كده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموه باللايك والشير، عشان عايزه الوصفه توصل لكل الناس. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه حبايبي.